السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ساعة ما ويندوز 11 نزل والناس منقسمة لقسمين، في ناس بتقولك ان هو اضاف مزايا جديدة لويندوز وخلى شكله حلو بدل ويندوز 10، وفي ناس تانية بتقول ان هو خلى ويندوز بطيء على الفاضي وحتى مزايا ملهاش اي 30 لازمة زي الاي اي. وعشان نحسم الجدال ده ان شاء الله في الفيديو ده هنقارن ويندوز 11 باحسن نسخة ويندوز او من احسن نسخ وهي ويندوز 7، وهنشوف هل فعلا ويندوز نزل لتحت او طلع لفوق. ماشي، تعالوا نجرب ويندوز 7 وقولوا عليا منافق، بس انا هشغل الاتنين على ماكوس. انا ما عنديش خبره في الفيرتشوال ماشينز بس الحمد لله اشتغل المفروض يعني. تعالوا نعمله فول سكرين عشان نشوف التجربه الكامله. والانيميشن ده من اكتر الانيميشنز اللي بحبها في ويندوز كلها بصراحه يعني. وطبعا الماوس المعاق بتاع زمان والخلفيه الجميله دي احنا لسه هننزله. فتعالوا انجليزي. طب انت بتخيلني ليه؟ ما هو مفيش الانجليزي، انا مش فاهم. نيكست. عايز انزله لو سمحت. وبجد يا جماعه الخلفيه دي بحبها قوي، ما اعرفش ليه، بس يمكن عشان الذكريات، بس انا بحبها جدا. ماشي، هو بيديني الكلام ده. تعال نشوف هو طويل قد ايه. لا خلاص مش عارف. اي اكسبت نيكست. هو دلوقتي بيقول لي عايز احدث. طب انا احدث ايه؟ مش فاهم، مش منزل حاجه كاستم. انا اديته 32 جيجا و4 جيجا رام. طبعا ويندوز 11 محتاج 64 جيجا على الاقل يعني. ده انت فاهم، ده لو انت كده خانق نفسك اصلا. هو لحد دلوقتي على 0%. يلا يا بت تشتغلي بقى. اخيرا بقى 1%. اخيرا 97 98. طب يلا 99 بقى. 99 100%. طب مش المفروض يبقى فيه صح هنا؟ هو ايه اللي هيحصل لو دوست على زر القفل ده؟ تعال نجرب. ماشي خلاص، اداني يعني ثانية. ممكن اعمل كانسل كده عادي؟ لا. installing update يعني هو ازاي هيحدث نفسه؟ هو ويندوز 7 لسه شغال. ماشي، هو دلوقتي بيقول ان هو يعمل ريستارت. انا بصراحة ممكن ادوس على الزر ده، بس لا هستنى برضه. اخيرا. ما لسه هستنى تاني. اخيرا يعني. هي مايكروسوفت من زمان بتعمل حاجات بطيئة ولا ايه؟ بس مش فارقة بقى. اسمي يوزر 2 واسم الكمبيوتر يوزر 2 بي سي. ماشي نيكست. باسورد يا باسورد ايه يا عم ناقصة؟ برودكت كي. هو اصلا لسه بيتباع برودكت كي للحاجات دي. سكيب. يوز ريكومندد سيتنجز. بص تعال نركز كده. انستول. هيلب مايكروسوفت امبروف ويندوز. لا. هو انا فين؟ هي مصر فين؟ ثانية. مصر يا لهوي. مصر متهيألي احنا في ايست يوروب دلوقتي عشان. هو ايه ده؟ ثانية. خلاص يا عم انا في امريكا مش فارقة دلوقتي. هو ابن الذين زعل في الوقت. لا يا عم احنا في 2000. احنا في 2007. مصدق حلو البتاع دي. احنا في 2000. احنا في 2007. ايوه. مش الويندوز 7 بقى والشغل ده. ثانية، هو نزل في 2007 اصلا؟ ايه ده؟ هو قال انه متوصل بنتورك غريبة. ما هو انا ما كتبتش اي باسورد. هو الفيرتشوال ماشين عملتها لوحدها ولا ايه؟ اخيرا اتنزل. واول حاجة عايز اقولها ان شكله جميل جدا يعني. شكله جميل بشكل يعني. هو عامل زي ليكويد جلاس بتاع ابل كده، بس يعني على شغل زمان بقى. وبصوا لما تعمل هوفر على الستارت بيبقى شكله ازاي، بيطلع نور كده. اخيرا يعني بعد مثلا هم 10 دقايق بس برضو كانوا كتير قوي. عملت الريزولوشن بقى عادل، عملته على اتش دي. يعني هو بالنسبه لهم زمان الاتش دي كان 4K تقريبا. ماشي، اول حاجه في ويندوز 7 هي الستارت منيو. بالنسبه لي بجد يعني دي احسن ستارت منيو في ويندوز كله، لانها سهله بسيطه فيها الحاجات اللي انت محتاجها، مش كو بايلوت. وعندك كل البرامج. بص بتنزل فيه كام برنامج يعني. ويندوز 11 بتنزل فيه بتاع 20 برنامج. بص هنا. واحد، اتنين، 11 برنامج. بس اقنعني ان في ويندوز 11 فيه 11 برنامج. وبص عندك هنا زرار الشت داون. وتعال نشوف الفايل اكسبلورر. بص ده بالنسبه لي تصميم جميل يعني، اللي هو الايرو اللي بتاع الويندوز 7 ده بالنسبه لي من احسن تصاميم اللي جت على ويندوز. طبعا انت ما فيش حاجات كتير، ما فيش بقى وان درايف بتاع مايكروسوفت، ما فيش الكلام ده. في دوكيومنتس، ميوزك، في الحاجات يعني الحاجات العاديه خالص. تعال نشوف لو عملنا رايت كليك. وده الكونتكستشوال منيو بتاع ويندوز 7. بسيط، ما فيهوش انيميشنات غريبه كده زي بتاعت ويندوز 11. هنكبر. هو الانيميشن وحش بصراحه يعني. الانيميشن وحش بامانه. تعال نشوف انترنت اكسبلورر. هو هيشتغل بجد؟ ايه ده؟ ثانيه. عايز ثانيه. الكلام ديسبلاي ده. ثانيه عايز اجرب هو يشتغل. يوتيوب.com. يوتيوب مش شغال، بس على الاقل عرفنا نعمل اتصال بيوتيوب. تعال نجرب جوجل.com. لا برضه جوجل مش شغال. والخلفيه دي على ريزولوشن عالي جميله قوي بصراحه يعني. ده نشوف الريسايكل بين. وبصراحه شكل الريسايكل بين وحش، بس تعال نشوف. وانا بصراحه مش شايف فرق كبير قوي عن ويندوز زمان. تعال نشوف بينت. يا ده بينت القديم. كنت يعني كلنا واحنا صغيرين كنا بنحب نعمل اي شكل كده. خلاص هحاول ارسم رسمه ثانيه. وخلصت الرسم. طبعا قيموا الرسمه في. ما قيموهاش عشان مش مستاهل. تعالوا نشوف الكالكوليتور بتاع ويندوز زمان. يا لهوي ده صغير قوي. اكبره شويه. ما ينفعش اكبره ثانيه. ايه ده؟ في ساينتفك كمان يا لهوي. في ساين يا لهوي. كالكوليتر زمان فيها ساين عادي. حلو الكلام ده.
حلو الكلام ده بصراحة يعني. بصوا زمان كان بسيط ازاي، مفيش مليون تطبيق، مفيش كوبايلوت في وشك، مفيش يلا اشترك معانا في اكس بوكس ما اعرفش ايه، لا مفيش، اللي هو انت جاي تستعمل كمبيوتر وتقفل الكمبيوتر. فده ويندوز 7 طبعا احنا ما شفناش كل حاجة فيه، بس تعالى نشوف هل ويندوز 11 فعلا بقى احسن ولا اسوأ. وماشي دلوقتي هنشغل ويندوز 11 وهنشوف هل هو فعلا احسن من ويندوز 7 ولا يعني ويندوز 7 طلع احسن في الاخر. وانا اسف لو جودة المايك اتغيرت شوية، عشان المفروض يعني حسنتها المفروض. هو ايه الكلام ده؟ لا ثانية واحدة، حد يفهمني هو ايه الكلام ده؟ وانا عملت ايه؟ حد يطلعني من هنا. هو انا عملت حاجة غلط، بس هو انا عملت ايه غلط؟ يا رب يتعمل، عشان انا بصراحة ما عنديش اي خبرة في الموضوع ده. يس، عملنا ويندوز 11. ماشي، برضو نفس الكرسور المعاق، نفس الماوس المعاق بنفس التفاصيل، يعني مايكروسوفت ما تغيرش حاجة تقريبا. ماشي انجليزي، طب هما ليه برضه بيخيروني اختار لغتين وما فيش الا انجليزي؟ ما مش فاهم ايه الفايدة يعني. نيكست يا لهوي. ماشي I don't have a product key، ما عنديش. عايزين برو ولا هوم ولا؟ هات هوم عشان مساحتي راح ابدا. انا موافق انا موافق. ماشي نيكست. يا رب بس انا مساحة الكمبيوتر بتاعي خلاص على اخرها، كل ده عشان ويندوز 11. هو بيني وبينكم الانستولر ما حصلش فيه شغل كتير يعني. بص الزرار حواليه حاجات بيضة كده، يعني ليه؟ ولسه نفس الماوس المعاق يعني. وعلى بال ما يخلص تعالوا نشوف هو بياخد قد ايه من يا نهار ابيض. 10 جيجا رام ليه كده؟ او بي اس ستوديو واخد 2 وده واخد 10. انا اسف للجهاز بتاعي بصراحة يعني، انا اسف ان انا عم بعمل فيه كده. تعال نشوف فاضل قد ايه مساحة. لا لسه فاضل كتير الحمد لله. هو مش كتير قوي يعني، بس ما فاضل. ماشي هو خلص 83، وانا اسف يا جماعة طلعت غبي برضو وبوظت المايك اكتر. المفروض المرة دي يطلع مايك كويس المفروض. انا الكمبيوتر بتاعي ابتدى يستعمل سواب، يعني ابتدى يستعمل مساحة من الاس اس دي كأنها رام، عشان هو مش لاقي رام. كله بسببك يا ويندوز، كله بسببك، حتى ماك او اس مسلمش منك. ما اعرفش ادوس ولا لا، يا رب ما اكونش بوظت حاجة. ماشي هو بيعمل انستول اهو، بس الكواليتي راح في داهية بصراحة يعني. نطينا ل 33%، وده خلاني متفائل. انا دلوقتي متفائل يا رب يشتغل. وثبتنا على 33%. ماشي، كان اداني مربع رمادي كده لساني. هو انا جبت البتاع ده من صفحة مايكروسوفت الرسمية، فالمفروض ما يبقاش فيه اي فيروس، بس ده على عكس التاني ده ما جايبه من الديب ويب تقريبا. just a moment. ماشي خد راحتك يا مايكروسوفت. مشكلة بيديك شاشة بيضة كده في وشك على طول، يعني انا في امريكا ماشي. اي حاجة ما تعبت منهم اصلا. ما اعرفش بصراحة، بس هو بصوا زمان كان مايكروسوفت بتسألك ممكن تشترك في كذا في اكس بوكس وانت بتعمل سيت اب وكده، بس المفروض يعني بعد ما الناس قالت عليهم مايكرو سلوب حسنوا الموضوع شوية. فتعال نشوف. thanks for your patience، احنا اسفين اللي بيحصل فيك. واخيرا ماشي، هو انا افتكرته باظ بس الحمد لله ما باظش. اسمي نيم ماشي. باسورد مش عايز باسورد. ايه ده بجد كده؟ ماشي يا لهوي يا مايكروسوفت، مش عايز ابديتس ارجوكم. الحمد لله ما عملتش ابديت، بس على الاقل ادوك اوبشن ما تعملش ابديت، يعني ده حاجه حلوه يعني. هاي no getting things ready for you no this may take a few minutes no. ماشي، بس هي بامانه شكلها حلو بصراحه يعني، احسن من ويندوز 7 سيكا. بس ويندوز 7 هو مجرد شاشة كده وراها خلفية واعمل سيت اب عادي، فاهم؟ هنا لا، خطوات بقى وارجوك نزل التحديث ولسه هتعمل اكونت، فاهم؟ ماشي وداني الشاشة دي. يا نهار ابيض، ويندوز 11 وايه الكواليتي دي؟ طب انا اسف قبل ما نشوف حلاوة البتاع ده، ايه الكواليتي دي؟ ايه ده؟ ثانية. سيستم ديسبلاي. ماشي، عملت شوية شغل هكرات كده وخليت تطبيق تاني يعمل لي كل حاجة. بس المهم دلوقتي ممكن نخليه انا شاشتي الريزولوشن ده. تعال نجرب. يا نهار ابيض، لا. ويلكم تو مايكرو. انا ايه اللي وداني هنا؟ حد يطلعني من ايدج. اوكي ماشي يا جدعان، حد يمشيني من هنا، حد يمشيني من الوباء ده، حد يمشيني من ايدج. مش عارف اطلع من ايدج، دخلت بالغلط مش عارف اطلع منه. يا لهوي. ثانية الت اف 4 ماشي. اضطريت اعمل ريستارت، بس بامانه شكله جميل بصراحه يعني. شكله هو احسن من ويندوز 7، بس بالنسبه لوقته يعني انا شايف ويندوز 7 احسن بالنسبه لوقته من ويندوز 11. ماشي الحمد لله اتظبط اخيرا، بقى ريزولوشن يعني مناسب للعين البشريه انا هتشوفه. بس ثانيه 100%. تعال نكبره شويه عشان بصور يعني. 125. واخيرا بعد كل العناء ده هو ده ويندوز 11. اول حاجه عايز اقولها هو التصميم الجديد حلو بس مثلا يعني شيل الويدجز دي من هنا. اول حاجه ايه القرف ده؟ حد يشيل البتاع ده من هنا.
ماشي دي اول حاجه. ثانيا لو مفيش ثانيا بصراحه شكله حلو، بس هو الغريب ان هو مش حاطط لي الباك جراوند اللي هي بتاعت ويندوز 11 اللي كلنا نعرفها دي. ثانيه هجيبها. هنكبر السيتنجز كده ونروح على هنا. هنجيب دي. عشان انا مش عامل له اكتيفيت ما ينفعش اغير الوول بيبر يا راجل. لا استنى، اكيد ينفع اغير الوول بيبر اكيد يعني. يا جدعان. وما ينفعش اغير الوول بيبر، لازم اعمل اكتيفيت. ماشي يعني. ماشي هنضطر نقعد بالوول بيبر بتاعت جبال هواي دي ولا معرفش ايه. ماشي اول حاجه في ويندوز 11 هو شكله حلو بس اول الستارت منيو الجديده مش عجباني قوي، اللي هو يعني الستارت منيو بتاعت ويندوز 7 عجباني اكتر شويه، لان فيها كل حاجه في مساحه صغيره. يعني بص دي واخده الشاشه كلها اصلا وما فيهاش حاجات كتير قوي. والسيرش بتاع ويندوز ما ممكن تخليه قوي، بس هو اول ما تفتح ويندوز مبيبقاش قوي. يعني مثلا لو عملت هنا فولدر، عملت فولدر مثلا هنا سميته نيو او حاجه، برضو مش عجباني هو الانيميشنز المبالغ فيها. يعني بص الكونتكتشوال منيو ده بيظهر بطيء قوي، بيبقى فيه انيميشن مش عاجبني الموضوع ده. نيو تكست دوكيمنت هلو. ماشي وجيت ادور على ويندوز سيرش، دورت على هلو، ايه ده هي جات لي ازاي؟ المهم يعني تعالوا نشوف هو جاي معاه كام تطبيق كده. ايه ده هو جاي معاه كام تطبيق؟ لا 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 مستحيل هم عملوها. هو مش جاي معاه تطبيقات كتير يعني، اصل انا سمعت ان هم حسنوا البتاع شويه بعد اللي حصل لهم ده. والويندوز سيرش حلو بس في اعلانات هنا شويه، ومفيش زرار كوبايلوت الحمد لله يعني عشان مش عامل حساب تقريبا. وعيب برضه في ويندوز 11 هو انه بيحاول يخليك تستعمل مايكروسوفت ايدج بشكل يعني اللي هو هتستعمله. وتعال نشوف مثلا دور على فايل، وهتلاقيه بيجيب لك حاجات مش مستفيد منها. يعني مثلا سيرش ذا ويب، يعني انا هدور على الويب ليه؟ ولو انت عملت سيرش ذا ويب ودوست على اي حاجه هيفتح مايكروسوفت ايدج حتى لو انت عامل متصفح تاني. بس هو كويندوز 11 هو انا عاجبني نظام بصراحه، يعني انا شايف ان هو الناس بتكرهه زياده شويه عن اللزوم. وكمان حطوا فيه ميزات جديده زي مثلا انك ممكن تغير في شكل التطبيق. يعني انا في ماك او اس ما عنديش الكلام ده، انا بحسد ويندوز عليه اصلا. واحسن حاجه انك ممكن تعمل اكس للتطبيقات، واللي بيستعمل ماك او اس هيفهم انا قصدي ايه. وتعالوا نعد جاي معاه كام تطبيق. 1 2 3. ما اعرفش بصراحة، انا غبي ما عرفتش اعدهم، بس اكتر من 20. مش وحش قوي قوي يعني. بس المشكلة ان هما في كمية مثلا اعلانات وحاجات انا مش عايزها في النظام بتاعي، على اساس ان انا دافع فلوس. بس لو انت حد دافع فلوس مثلا يعني هتحب النظام يجيلك من غير اعلانات اصلا، يعني انت كده كده دافع فيه فلوس. بس هو كتطور هو النظام فعلا اتطور يعني. حطوا لك اي اي في النوت باد، يعني مين ده اللي هيحط اي اي في النوت باد؟ بس ما اعرفش عملوها برضه. بص في اي اي في النوت باد. وتعال نشوف السيتنجز. هي السيتنجز هنا بصراحة يعني في حاجات أكتر من ويندوز 7. ويندوز 7 السيتنجز بتاعته هي الكنترول بانل أصلا، مفيش سيتنجز دي. بس هو بقينا عملوا شغل جامد في السيتنجز، يعني مايكروسوفت بتحاول. وبرضه حاجة مش بحبها قوي في ويندوز هو إن في كذا تطبيق بيعمل نفس الحاجة. مثلا كنترول بانل هو السيتنجز بس في اختلافات بسيطة مثلا. بس هو ده ويندوز 11، ويعني احنا كده قارناه بويندوز 7. وانا شخصيا حاسس ان ويندوز 7 يعني بتستهلكه من اول ما تجيبه، انت مش هتغير فيه حاجه قوي يعني، هو بيجي متظبط. الستارت منيو بتاعته شكلها بالنسبه لي انا احسن من ويندوز 11. بس ويندوز 11 هو كشكل حلو بس محتاج فعلا شويه تظبيط لما تجيبه. وبس كده، ما نسوش صلي على النبي. ولو ما عجبكش الفيديو ما تنساش الديسلايك وشيل اشتراكك. ولو عندك اي اقتراح لفيديو جديد اكتب لي في الكومنتس ومش هرد عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.